اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. طبعا انتوا عارفين انا هعمل ايه دلوقتي. انا هعمل الفطير الفلاحي المشلتت بطريقتين. بطريقة بنسميها طريقة اللف، وطريقة تانية اللي هو الفطير المشلتت. هنقول كل حاجة دلوقتي في الفيديو، بس قبل ما ابدأ الفيديو يا ريت كده تعملوا لي لايك، واللي مش مشترك في القناة يا رب يشترك ويفعل الجرس عشان على الكل عشان يوصلوا كل جديد. هنبدأ دلوقتي. نقول دلوقتي المقادير مع بعض. هي طريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله لو كنت انت مشتاقة ان انت تتعلمي طريقة الفطير الصح، وطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله أنا هقولك على كل التفاصيل بإذن الله علشان يطلع فطير معاكي حلو، وإن شاء الله يرضيكي. أنا دلوقتي هعمل 4 فطيرات. ال4 فطيرات دولت مقاديرهم 2 كيلو من الدقيق. الفطيرة هتاخد نص كيلو من الدقيق. تمام. انا نخلت الدقيق كويس جدا اهوت علشان يبقى معايا كده طري ومورق. وفي نفس الوقت برضو انا كنت المية بتاعتي دافية، لازم ندفيها عشان الجو ساقع، علشان الفطير عشان العجين بتاعي يبقى سهل معايا وانا بعمله. تمام تمام. هو هياخد بس الوقت اللي احنا هنعجن فيه وبس، لكن هنشتغل على طول بعد كده. معايا 2 كيلو دقيق نخلتهم كويس، وحطيت عليهم معلقة ملح و3 معالق من السكر كبار، والمية بتاعتي بتكون دافية وبحطها شوية بشوية. بصوا الخليط، بص العجين بتاعي عامل ازاي. العجينة بتكون بتلزق، ما تخليش العجينة ابدا تكون ناشفة في ايدك. لا، لو لقيتيها ناشفة في ايدك كده وملمومة كلها مش سايلة كده زي ما انا ماسكاها كده، لا، حط لها مية شوية مية كمان. دي اول نقطة واهم نقطة في عمايل الفطير، اللي العجينة بتاعتك ما تكونش ناشفة، لازم تكون بتلزق كده، يعني بتلزق في الايد وفي نفس الوقت مش بتطلع في الايد خالص مية، لا، هي بتلزق وفي نفس الوقت بتكون ملمومة. تمام تمام. حطيت عجنت كده كويس حوالي 5 دقايق كده في العجن. المية هتبقى دافية معاكي، هتسهل عملية العجن برضو معاكي. تمام تمام. وحطيت كده معلقتين زيت، وقمت لفاها كده على ايدي من فوق زي ما انتوا شايفينها كده، وتحسوا في ايديك اللي هي طرية وما بتلزقش في نفس الوقت. بدهن ايدي دقيق علشان زيت قصدي. بدهن ايدي زيت بس علشان افضل اقطع كده اهي، وما بحتاجش اللي انا اكور زيادة عن اللي انا بعمله ده. ماشي. ما بح... الكور بتاعتي ما بتاخدش مني وقت كتير. يا دوبه كده ايدي متعصى زيت وبقطع زي ما انتوا شايفين كده، وبحط، ما بتحتاجش مني مجهود خالص. حطيت عملت كل الكمية بتاعتي كور، طلعوا معايا 42 كورة. تمام. لو انت عايزة تظبطي ايديكي اكتر من كده بحيث ان انت تخليهم 40 بس، كل واحدة 10 كور، اظبطيها. بس ما فيش مشكلة لما واحدة تكون او 2 زايدين شوية. يعني ال 42 كورة دولت هعمل فطيرتين كل واحدة 10، والفطيرتين التانيين كل واحدة 11. تمام. يا رب تكونوا ما تهتيش معايا. عملت كل الكور كده ورشيت على وشها زيت اهو، وحطيت عليها كيس علشان ما تنشفش معايا، عشان الجو ساقع زي ما قلت لكم، عشان ما تنشفش معايا. انا هسيب العجينة بس تستريح ربع ساعة على بال بس ما ادفي السمنة. اهو الكيس زي ما انتوا شايفينه كده، كيس عادي خالص، وفتحته وقمت مغطية بيه العجين بتاعي لغاية كده. تمام. مفيش اي مشكلة. السمنة بتاعتي السمنة اللي موجودة عندك سمنة، عندك زبدة، انا عملتها من السمنة بتاعة العلبة، وادتني نتيجة كويسة جدا لان انا متعودة ان انا اعملها من العلبة على طول. حطيت كمية السمنة بتاعتي حوالي كيلو الا ربع على شوية زيت. قولي حطي كده كوباية الا ربع من الزيت، ودفتهم على بسيط زي ما انتوا شايفين كده، ما سخنتهوش، لا، دفته على بسيط. وهنا بقى في طريقتين، اللي احنا ندهن بالشكل ده كده، كل كرة ناخدها كده وندهنها، او نحط مجموعة من الكور في السمنة، وديت بتبقى افضل. تحطي مجموعة من الكور كده في السمنة علشان تسهل معاكي الفرد على طول. شايفين العجينة ما استريحتش حوالي 10 دقايق، اقل من 10 دقايق كمان، بس احنا بنقول سيبيها ربع ساعة تستريح عشان تفرد معاكي على طول.
وفي نفس الوقت برضو احنا كنا مخلين العجينة بتاعتنا طرية، وفي نفس الوقت ما بتلزقش. لازم العجينة يا جماعة تكون طرية، ما تخلوهاش ناشفة من الأول علشان ما تتعبوش في الفرد بتاعها. اهو الطريقة ديت الأولانية بقى. أنا هعمل لكم الفطير بطريقتين. أول طريقة اللي أنا هفرد كده كل واحدة واحطها في قلب التانية زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي اهي. فردت الأولانية وطبقتها وحطيتها على جنب، وبعدين بدأت أفرد التانية وهحطها جواها برضو واطبقها بالشكل ده كده لغاية ما يوصلوا عندي لغاية 10 كور، وديت هتبقى وزن الفطيرة بتاعتي اهو بالشكل ده. وهفرد برضو التانية والتالتة لغاية العشرة كلهم، هدخلهم كده كلهم في قلب بعض لغاية ما يبقوا كورة كبيرة اهو بالشكل ده كده. وفي كل مرة بفرد واطبق اهو بالشكل ده كده. دي طريقة لغاية اما ال10 كور كلهم، او على حسب العجينة بتاعتك اللي انت مقسماها. ممكن يطلعوا 10، ممكن يطلعوا 11، ممكن يطلعوا اقل من 10 على حسب حجم الكورة اللي انت عاملاها. انا كنت عاملة حجم الكورة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. انا كنت ممكن اصغرها عن كده بس مرضتش، وممكن اكبرها عن كده مرضتش. انا بحب الحجم ده، يعني حجم البرتقانة اللي هي الصغيرة مش الكبيرة. اهو خلصتها كلها بالشكل ده كده وحطيتها في الصينية. آه وغطيتها كده وحطيتها على جنب تريح. كل ما اعمل واحدة اسيبها تريح على بال ما اخلص الباقيين. انا دلوقتي بقى هشتغل بالطريقة التانية اللي هي اللي انا هحط كمية الكور اللي انا هعملها فطيرة كلها في قلب السمنة. والطريقة ديت انا بفضلها لإيه؟ لانها بتبقى مشبعة كده بالسمنة، وتحس اللي هي بتبقى مورقة اكتر. هما الطريقتين حلوين وتمام وكل حاجة، بس ديت اسهل بكتير برضو الطريقة دي. يعني انا عملت واحدة فردت واحدة اهوت، وبدأت افرد التانية عليها من غير ما اطبقها اهو. بدأت افرد كله بالشكل دوت كده بيتفرد. شايفين بيتفرد بكل سهولة ازاي؟ ليه؟ العجينة طرية معايا ومستريحة بسرعة. ما استريحتش، ما خدتش وقت طويل اللي انا سبتها من بالليل او سبتها ساعتين 3 ولا الكلام ده كله. لا، ده هي مجرد بس 10 دقايق. بس العجينة بتاعتي كانت انا مريحاها من الاول في ايه؟ في العجن. العجن مش ناشف، العجينة كانت طرية معايا وشبه اللي هي بتلزق. فاهمين انا عايزه اقول لكم ايه؟ دي اهم خطوه. بدات افردهم كلهم كده على بعض لغايه ما خلصت مجموع الكور اللي هي ال10 زي ما احنا ما اتفقنا مع بعض، اللي احنا قسمناهم على الاربعه، ال2 كيلو اللي احنا قسمناهم على 4 فطيرات. تمام اهو. يا رب ما تكونوش تهتوا مني ولا حاجه. الموضوع كله سهل وبسيط وقدامكم اهو اهو. لما لما تتعجن منك كده في السمنه ما فيهاش اي مشكله خالص. ده بالعكس، دي بتبقى طريه وبتتفرد اكتر وبتتفرد بكل سهولة، لانها بتبقى متشبعة كده بالسمنة، وبتبقى مورقة في السوا وبتبقى جميلة. بعدين هبقى اخدها كده على بعض والمها اهو. شايفين انا بلمها كلها كده اهو اهو. برجعها تاني عجينة واحدة، بس طبعا ديت بتبقى مورقة من جوه اهو. لميتها كلها وحطيتها في الصينية برضو ايه تستريح. تمام. هعمل بقى فطيرتين بالطريقة الاولانية وفطيرتين بالطريقة التانية اللي هي ايه كل الطبقات على بعض وبعدين المها. تمام اهو بالشكل ده كله كده. هعمل الفطيرتين التانيين بنفس النظام. شايفين العجينه طريه خالص معايا ازاي وبتتفرد بكل سهوله اهو يا جماعه. الفطير سهل جدا، عمايله سهل جدا اهوت، وما بتاخدش اي وقت خالص وما بتاخدش اي مجهود. بس اهم حاجه وباكد عليها للمره الثالثه والرابعه والعاشره، اللي انتي تخلي العجينه بتاعتك طريه شبه بتلزق. دي اهم خطوة في العجين. تمام اهو. على بال ما خلصت والله على بال ما خلصت ال4 فطيرات كان العجين كله ريح معايا، ما قعدتش برضو كتير، على طول كده. وفردتهم بقى في الصواني. شايفين بتتفرد بكل سهولة ازاي اهو. العجينة بتاعتي مستريحة من الاول خالص، من العجن، من اول العجين انا مريحاها معايا علشان مدياها السوائل بتاعتها المظبوطة، ومخلياها بالقوام المظبوط اللي هو مش ناشف.
اللي هو طري ومش بيلزق معايا. شايفين بتتفرد بكل سهولة ازاي. انا مش مسرعة الحتة ديت علشان اوريكم اهم حاجة الخطوة ديت كمان، اللي هي اللي انت تيجي تفرديها ما تكشش معاكي تاني، ما تبقاش عاملة زي الاستيك، لا، زي ما بتفرديها زي ما بتيجي معاكي اهي، بنفس الطريقة دي كده. واحط برضو على الوش شوية سمنة، لو انت عايزة من نفس السمنة اللي انا عملت بيها الفطير. لو انت عندك حتة قشطة حطيها بتبقى في منتهى الجمال. لو انت عندك زبدة بلدي، سمنة بلدي، بتبقى في منتهى الجمال. بس انا عملت في متناول ايدي او اللي موجود او الموجود عندي، الموجود عندي حاليا. لكن لما بيبقى موجود سمنة بلدي زبدة قشطة بحط. تمام. بس هي فعلا من العلبة كده زي ما انا عملتها، زي ما انا وريتكم بكل التفاصيل. خلاص كده. وفي نفس الوقت بقى كانت الفرنة بتاعتي شغالة على درجة حرارة عالية جدا. تمام. اعلى حاجة في الفرنة. وهدخلها واحدة واحدة وهسيبها، مش هوريها لكم دلوقتي الا لما يستووا كلهم الاربعة. تمام. عشان انتوا عارفين ان الفرنة بتاعتي ما بتشيلش الا صينية واحدة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كان الفطير برد معايا شوية. وفي برضو ممكن مشكلة تقع معاكي، اللي انت تلاقي الفطيرة اول لما تخرجيها من الفرنة تلاقيها ناشفة من فوق، لان انت ممكن تكوني مشغله عليها الشوايه شويه الوش بتاعها هيحمر. انا طبعا الحمد لله الفرنه بتاعتي من غير شوايه، بس الحمد لله بتظبط معايا الفطير. ممكن لو لقيتي الفطيره معاكي ناشفه اول لما تخرج من الفرن، بشويه ميه كده وبالفرشه ودهنيها من فوق، وسيبيها غطيها بكيس بلاستيك. وسيبيها شويه، هتلاقيها طريت معاكي وبقت في منتهى الجمال. شايفين الفطير، شايفين سوى الفطير. وحبيت اقول لكم كمان انا عملت صينيه من الصواني ديت سويت فيها الفطير. الصينيه ديت ستانلس، الستانلس بيبقى وحش جدا في السوا على فكره. شايفين الفطيره مورقه عامله ازاي وطريه اهي، وكانت لسه برضو يعني دافيه، ما كانتش بردت قوي. هوريكم الفطيره التانية بقى اللي انا عاملاها، اللي انا عاملاها الطبقات المفروده فوق بعض. شايفين من جوه هما الطريقتين ما يختلفوش حاجه في السوا، يعني بعد ما يستووا ما بيختلفوش عن بعض، الاتنين زي بعض، بس يختلف بس في الطريقه وانت بتشتغلي فيهم. شايفين من جوه الفطير مورق وطري وجميل عامل ازاي اهو. يا رب تكون بقى الفطير عجبكم النهارده، والحلقه النهارده عجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.